حجم المربع طول الضلع في نفسه. يعني اهو هنكتب في نفسه اوكي تمام. طول الضلع في نفسه. وحاجة تانية، طول الحرف في نفسه اهو. طول الضلع، يعني بصوا الضلع ده مثلا اوكي، ضلع في نفسه يعني 3 مرات، 1 2 3. يعني نجيب الخط ونجيب القلم وهنقول مثلا احنا عندنا ضلع تمام طوله مثلا 5، فاحنا هنكرر 5 ديت 3 مرات ونعمل جنبها اكس او في 3 في 3 في 3 مثلا يعني. اما احنا دلوقتي عندنا 5، فاجي ارجع كده اروح كاتبه بقى بدل 3 دي 5 في 5 في 5. بصوا هنيجي كده عند التكست ونضغط، يعني احنا التكست اهو نضغط على العلامة اللي جنبها بتاعة النزول، نضغط 5 في 5 في 5. هنيجي بقى ناخدها ببساطة، هنقول مثلا فوق كده 5 في 5 تمام. 25 سهلة. طب 25 في 5، طب كام بقى؟ 25 في 5. خلينا ناخدها بالراحة كده، سيبنا من 5 خالص، خلينا نقول 20. تمام. 20 5 مرات هيبقى 100. قولوا 100 جنيه. تمام، 100 جنيه مثلا. 100 جنيه ديت زودنا عليها 5 في 5 ب25 يبقى 125. يبقى الناتج 125. يعني احنا ضربنا 5 في 5 ب5 ب125. طب تعالوا نتأكد. احنا عندنا هنا آلة حاسبة، هنقول مثلا 5 في 5. ايه ده؟ في فين؟ لا 5 في، لا 5 في 5 في 5 يساوي ايه ده؟ احنا هنكتبها ولا ايه؟ تعالوا طب نتأكد من الآلة الحاسبة العادية. شايفين ده النتيجة اللي جالنا اللي هو 125. يعني عشان تأكدوا من كلامي ان كلامي صح. تمام. فكده احنا عرفنا ان حجم، تمام. نيجي عند التكست ونكتب تاني معلش ان حجم